بنات، عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني. فيديو النهارده معاناة لكل الناس. انا شخصيا اول ما ابتديت ميك اب وابتديت اهتم بالميك اب وبقى مثلا يتحط قدامي مثلا فرش زي كده، مين بقى بتاع ايه بيعمل ايه بيروح فين، لقيت كمية فرش كتير وانا واحدة كمبتدئة. طب انا ابتدي بايه؟ وايه اللي ينفع لي وايه اللي ينفع لبشرتي وايه اللي يمشي معايا؟ فبقيت ابتدي اجيب واجرب. طبعا في حاجات ما بتمشيش معايا وبتترمي وفلوسها بتترمي فخساره. فانا النهارده حبيت اقول لاي واحده بتبتدي ميك اب لسه وعايزه تشتري فرش، ايه الفرش اللي تناسبها او ايه اللي تمشي مع بشرتها، من غير ما تبتدي تجيب وتجرب وترمي، لان الفرش مش رخيصه خالص. اول حاجه هنبتدي بيها هي فرش الفاونديشن. في الاشكال دي اللي انتوا شايفينها، في اللي بتبقى شكلها كده، وفي واحدة تانية بتبقى ماسكة نفسها من هنا بس رفيعة وتبقى شكلها كده، وفي اللي بتبقى فلافي خالص بيبقى شكلها كده، وفي اللي بيبقى شكلها كده. فانا ما بيتقال مثلا فرشة الفاونديشن او الفاونديشن براش، انا بقى المفروض ان انا اختار اي واحدة من كل دول. بمنتهى البساطة جدا. خلينا نتكلم على واحدة واحدة. اول واحدة دي اللي هي الكابوكي، اللي هي بتبقى شوية ماسكة نفسها من هنا وبتبقى فلات او مسطحة من هنا. تمشي مع كل الناس، دي على التجربة، بس دي مفيش بشرة معينة او مفيش نوع معين من البشرات بيمشي معاها، دي بتمشي مع كل الناس، جافة دهنية مختلطة عادية كله نفس الطريقة دي. في ناس بتحب الستيبلينج او اللي هو طريقة الطبطبة كده، وفي الناس اللي هو السيركلر موشن او اللي هو عن طريق ان انتي تفضلي تعملي دواير لغاية ما توزعي الفاونديشن. انا لقيتها دواير ما بتمشيش معايا، بس لما بعملها بطريقة الطبطبة فبلاقيها انها حلوة قوي وبتديني التغطية اللي انا عايزاها. فدي اول فرشة بيبقى شكلها كده الكابوكي براش، ودي بتنفع لكل انواع البشرة. تاني فرشة اللي بيبقى شكلها كده، بتبقى انا ماسكة نفسها من هنا زي ما انتوا شايفين، شبه مبططة، هي مش دائرية، بتبقى مش دائرية، بتبقى ماسكة نفسها بس كثيفة من هنا، كثيفة جدا. دي بمشي بيها برضو كده على البشرة عن طريق حركة دائرية. برضو في ناس بتحب تعملها كده، بس انا شخصيا لقيت ان انا ما بعملها عن طريق حركات دائرية بتوزع الفاونديشن حلو قوي وبتديني تغطية عالية. لو انتي حابة تغطية عالية مش تغطية ناتشرال او ان هو تغطية خفيفة، فعليكي وعلى الفرشة دي. ودي برضو لكل انواع البشرة. هما اللي شوية مختلفين من بشرة للتانية. دي مشهورة قوي من زمان، دي المدارس الكلاسيك او مدارس الميك اب الكلاسيك، بيعتمدوا شوية على الفرشة دي اللي هي شكلها عامل كده. دي اسمها الفاونديشن براش، بيستخدموها للبشرة الجافة، بيحطوا بيها الميك اب كده خطوط ويبتدوا يوزعوه، ولو حابين بيعدوا عليه ببيوتي بلندر او باي سبونج عشان خاطر يندمجوه مع بعض. دي للبشرة الجافة. دي ما بتنفعش خالص للدهنية او للمختلطة اللي فيها دهنية، لان هي بتمسح البشرة، بتطلع دهون، وانتي لما بتعملي بتمسحي وشك كده فبتطلع او بتشيل الميك اب بالدهون اللي على الوش. فالفرشة دي بتبقى ممتازة او حلوة قوي للي بشرتهم جافة. اخر نوع للفرش هي الفلافي براش او اللي هي الديو براش الفايبر دي بتبقى صناعي، بتبقى زي ما انتوا شايفين كده، ما بتبقاش تخينه ولا حاجه، بالعكس تبقى خفيفه كده. دي الطريقه الوحيده لتوزيع الفاونديشن بيها هي الحركات الدائريه، ودي احسن حاجه للبشره الدهنيه. لو انتي بشرتك دهنيه الفرشه دي هتبقى حلوه قوي معاكي، عن طريق ان انتي بتعملي سيركلر موشن كده، بيوزع الفاونديشن وبيديكي المنظر اللي انتي عايزاه. ده كان بالنسبة لفرش الوش. تاني نوع من انواع الفرش لازم يبقى موجود عندك برضو هي فرش الباودر، يا اما تثبتي بيه او فرشة عشان الباودر اللي بتثبتي بيها الميك اب بتاعك، او علشان خاطر تستخدميه في الحاجات الباودر زي البلاشر طبعا. بيبقى فيه شكلين زي ما انتوا شايفين كده، الاتنين دول مش زي بعض. دي شوية ماسكة نفسها وطالعة شكل بوينتد او شكل مدبب كده زي ما انتوا شايفين، فيها دبة من فوق. ودي برضو ماسكة نفسها بس نص دايرة. خليني احط لكم الاتنين جنب بعض كده، دي نص دايرة ودي بوينتد او طالع ليها سن. طيب انا اقدر استخدم انهي فيهم؟ انتي تقدري تستخدمي الاتنين فيهم. دي للبودرة، ممكن ان انا اثبت بيها الميك اب بتاعي، وبرده لو عملتها كبلاشر هي بس شوية كبيرة على بلاشر، بس في ناس اللي بتعرف تتحكم او وشها كبير مثلا زي كده تقدر تحط وتتحكم فيها بالدمج. ودي برضو انا بستخدمها برضو بودرة او بلاشر، حتى انا مستخدمها النهارده اهي.
تالت حاجة لازم تبقى موجودة عندك واللي انتشر في العالم كله بطريقة جامدة جدا هو الكونتور. لازم يبقى عندك فرشة للكونتور. في فرشتين طالعين شكلهم كده، هما الاتنين مدببين او مقشوطين، بس واحدة فرشة عادية بتبقى فلافي كده، والفرشة التانية اللي هي الحادة. طيب انا استخدم انهي فيهم؟ دي بستخدمها كبرونزنج، او انا لو انا هعمل الكونتور بتاعي بس مش عايزة اعمل حاجة خط محدد. يعني مثلا لما بحط مثلا بطرف الفرشة من هنا، ببتدي احط كده، وبعدين ممكن اوزعه بوش الفرشة على وشي، فمنها بحط منها ومنها برضو بوزع. فدي بتبقى ممتازة قوي لو انت لسه مبتدئة ولسه مش عارفة تستخدمي الفرشة التانية. الفرشة دي شوية متقدمة، اللي هي بتبقى مقشوطة كده، دي للناس اللي هي بتحب تتقل الكونتور بتاعها او بتعمل كونتور مش برونزنج، يعني تحب تعمل خط كده جامد علشان خاطر يبين ان انا الوش او ينحت الوش جامد. ودي بتبقى برضه ممتازة للمناخير، تقدري تعملي بيها كونتور لمناخيرك اهي كده وكده. الموضوع كله حسب ايدك، انت لو ايدك شوية ماشية فالاتنين ينفعولك. لو انت لسه بتتعلمي فانت احسن حاجة تجيبي دي، لان منها بتحطي ومنها بتدمجي. ولو معرفتيش تحطي الخط ده ممكن تعملي دمج او تدفي وشك زي ما انا عاملة النهاردة، مش عاملة كونتور جامد بس عاملة برونزنج لوشي. رابع حاجة هي فرشة الحواجب، بيبقى شكلها كده، خليني اوريها لكم مقشوطه، مفيش فرشه تانية غير دي بنستخدمها برضو للايلاينر. فانتي ممكن تجيبي فرشه واحده للاتنين تعملي بيها حواجبك وتعملي بيها الايلاينر. دي ايلاينر انتي بتحبيه لان هي مدببه، فتقدري ترسمي بيها الوينجد لاينر بتاعك زي ما انتي عايزه. فدي مفيهاش اي اختلاف او مفيهاش اي لخبطه، لان هو شكل واحد بس. اخر حاجه بقى واللي فعلا هتاخد منك وقت طويل لغايه لما تبتدي تتدربي وتعرفي انهي حاجه المناسبه ليكي، هي فرشه العين. انا خليتها للاخر لان زي ما انتم شايفين هو مش شكل واحد، هو كذا شكل. طيب انا اعرف منين ايه اللي ابتدي بيه؟ هما كله لو تلاحظوا ان هما اغلبيه الفرش بتبقى فلافي وشكلها جاي مدبب كده. دي اسمها البلندنج براش، دي لازم 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 تبقى عندك في الكيت بتاعتك او في الفرش بتاعتك كمبتدئ. انا النهارده بتكلم كمبتدئ، طبعا انت لو ادفانسد وبروفيشنال والدنيا معاكي ماشيه يعني ده زي الفل مفيهوش اي مشكله. انا بتكلم دلوقتي الواحده لسه مبتدئه، انا نازله اشتري فرش، اهتم بايه؟ او اهم حاجه تهتمي بيها هي الشكل ده. برضو عايزه اوريهولكوا الشكل ده. طيب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ هما الاتنين مدببين بس دي شويه ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين، ودي فلافي خالص. دي انا اول فرشه جبتها اما ابتديت ميك اب، دي بقالها سنين عندي الفرشه دي. فلافي قوي، بستخدمها ان انا بعمل دمج للكريز بتاعي. ليه مهمه؟ لان انتي لازم في كل مرحله من مراحل ميك اب العينين هتدمجي، فطبعا بتختلف من مكان للتاني وفي منها احجام، بس لما تجيبيها متوسطه هتنفع للكريس او هتنفع لاي حته عندك ان انتي بحركات ايدك تقدري تظبطي المسافه اللي هتعملي بيها دمج. فلو انتي ما اشتريتي خالص وعايزه تشتري واحده فعليكي وعلى شكلها كده فلافي خالص تديكي دمج اسرع واسهل. دي بتبقى يعني دنسد شويه او ماسكه نفسها او مليانه شويه، علشان خاطر اقدر احط بيها مثلا في الكورنر اللي في الاخر احط بيها اللون، وفي نفس الوقت اعمل له دمج على المساحه بتاعته. فهي اصغر شويه في المساحه بس فيها شعر كتير. النوع اللي هو بيبقى شكله كده ده البنسل، ده شويه برضو متقدم، بس انتي لو في امكانيه انك تشتريها فدي ممتازه لتحت العينين، ان انا بحط بيها اللون وفي نفس الوقت بدمجه، بيديكي تقدري تدمجي تحت العينين الكميه اللي انتي عايزاها وبالطريقه اللي انتي عايزاها. يعني لو عايزه تمدي مثلا الاي شادو تعمليه مثلا هنا عشان تكبري عينيكي كده تقدري، لان هي حجمها رفيع ما بتنزليش تحت، لان انتي لو عملتي دمج بفرشه كبيره زي كده بصوا شايفين المساحه هنا قد ايه، تنزلني على الجلد اللي تحت عيني. لكن دي كبيره قوي، لكن دي انا اقدر احط بيها الايلاينر او اقدر احط بيها اي شادو من تحت وابتدي ادمجه. فدي لازم تبقى عندك برضو. لو ما تقدريش في حركه احنا بنعملها، بتمسكي الفرشه بتاعتك كده وتضغطي عليها وتبتدي
تدمجي بيها الفرشه. فانتي عشان كده قلتلك دي مهمه جدا، تقدري تستخدميها فوق عينيكي او تحت عينيكي بالطريقه اللي انا قلتلك عليها دي. اللي لازم برضو تجيبيها فرشه للعينين شكلها كده، يبقى شكلها مبطط كده، مبطط، وبتبقى صناعي، ما بتبقاش شعر طبيعي. ليه بيبقى شعرها صناعي؟ علشان خاطر ما تشربش كتير. دي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها ان انا بحط بيها الاي شادو او البيجمنت الجليتر او اي حاجه فوق عينيا عن طريق الطبطبه، او ان انا افردها عليها. فدي لازم مهمه جدا جدا في الكيت بتاعتك يبقى فيه فرشه مبططه كده. مش لازم يا بنات يبقى الفرش اللي انتي جايباها ماركه، المهم تكون حاجه بس مضمونه شويه. احنا ليه بنقول بس نهتم شويه بالفرش، ما تبقاش رخيصه قوي من 2.5، وفي نفس الوقت مش لازم تجيبي مثلا حاجه غاليه جدا، لان الفرش دي انتي بتحطي بيها ميك اب على وشك، يعني بتلمس بشرتك وعينيكي وبقك، فحرام ان انتي تبقي بتدفعي فلوس على حاجه تضرك. ده مش حاجه كويسه خالص. فنهتم بيها. مش لازم تجيبي كيت غاليه ماك او بوبي براون او اي ماركه من الماركات الغاليه، انتي ممكن تجيبي حاجه متوسطه بس ما تبقاش حاجه رخيصه قوي، علشان خاطر بس صحتك والحاجات دي بتلمس وشك. اتمنى الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم معلومه، واللي كانت حابه تشتري فرش ومش عارفه اشتري ايه، ولا دي ولا دي ولا دي. اتمنى اكون فدتكم النهارده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هحط اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب لو انتم ما كنتوش لسه اشتركتوا، وتشيروا الفيديو عشان خاطر البنات غيركم تستفاد. وبس كده، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.